وقبل ما نبدأ الحكاية ما تنسوش بقى تشتركوا معايا عشان نكمل حكاوينا اللي في أراضي الأحلام هناك جنبينا. وكان يا مكان في يوم من الليالي زمان كان في حكاية عن نملة عجيبة، نمولة الشقية. هما دايما كانوا بينادولها كده، ما كانتش بتبطل لعب، كان عندها طاقة غريبة لاكتشاف العالم اللي حواليها. ودايما كانت تسأل نفسها ليه كل يوم امشي مع السرب كالعادة؟ انا عاوزة اكتشف العالم اللي حواليا، عايزة اشوف الزرع والورد. ازاي كل ده حواليا ومعرفش عنه حاجة؟ وفعلا سربت السرب ومشيت، كانت فرحانة وبتجري بين الورود كأنها أول مرة تشوفه. العالم اتلون حواليها، وفجأة قابلت سرب تاني من النمل، كانوا بيجمعوا أكل. وقفت معاهم واتكلموا وضحكوا وبسرعة بقوا صحاب. النمل الجديد علمها حاجات كتيرة، ازاي يفرقوا بين الأكل السليم وغيره، وازاي كمان بيخزنوا الأكل للشتاء، وازاي التعاون بيخليهم أقوى. النمولة اتبسطت جدا وحست انها عملت حاجة جديدة، وفعلا انها كانت صح. ازاي ما اكتشفتش ده قبل كده؟ وقررت خلاص كفاية بقى كده مغامرة لغاية النهاردة، لازم ترجع للقرية تاني. لكن وهي راجعة لقيت قدامها بركة مية، وقفت محتارة ازاي هعرف اعديها. لقيت ورقة معدية على سطح المية، بسرعة ركبتها وعدت بيها الناحية التانية. ولما وصلت القرية استقبلوها وهم فرحانين، وقعدت تحكي لهم عن المغامرة وعن اصحابها الجداد. عارفين الهدف من الحكاية ولا قرروها كمان مرة معايا؟ الخلاصة ان المغامرة حلوة، وانك لما تعرف العالم اللي حواليك هتتعلم اكتر. وبس كده كفاية، وبكده تكون خلصت الحكاية، حكاية نمولة الشجاعة. ودي كانت مجرد نهاية لحكايات تانية كتير معايا.